الجيري فوكيس قائمة حملت أشهر أثرياء الجزائر، وهم 9 أباطرة يتربعون على عرش أضخم الثروات في البلاد. منهم الشخصية المعروفة لدى العامة وهناك غير المعروفة. إسعد ربراب صاحب مجمع سيفيتال المختص في المواد الغذائية وممثل حصري لعدة شركات عالمية، جاء على رأس القائمة كأغنى رجل في الجزائر بثروة قدرها الموقع ب 3.2 مليار دولار. رجل أعمال آخر هو رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، ومالك ثاني أكبر مجمع للأشغال العمومية في الجزائر، قيم الموقع ثروته بحوالي 400 مليون أورو. هذا الرقم كان كافيا ليجعل منه ثاني أغنى رجل في البلاد. صاحب الفنادق والإقامات الفاخرة في عاصمة الجن والملائكة الجلال مهري صنفه الموقع كثالث أغنى رجل بثروة قدرت بأقل من 400 مليون أورو، ابن ولاية الوادي الذي بدأ كرئيس جمعية خيرية ثم نائبا بالبرلمان عن ذات الولاية، إلى أن حقق خطوة عملاقة في عالم الأعمال عندما أسس مجمع المستثمرين بالمغرب العربي والشرق الأوسط. الموقع صنف الملياردير الشاب كريم كونينا في المرتبة الرابعة بثروة قدرت بحوالي 300 مليون أورو، فيما جاء محمد العيد بن عمر في المركز الخامس بثروة قدرت بحوالي 180 مليون أورو. أما عبد المجيد كرار صاحب أكبر شركة مصنعة للأدوية في الجزائر بيوفارم، فجاء سادسا في الترتيب بثروة قدرت بحوالي 200 مليون أورو. كما جاء رجل الأعمال محي الدين طحكوت في المرتبة السابعة برقم 120 مليون أورو. وثامنا صاحب مجمع كوندور إلكترونيك عبد الرحمن حمادي بثروة بلغت 100 مليون أورو. وأخيرا جاء رجل الأعمال وصاحب مجمع أرديس التجاري وفندق الهيلتون عبد الوهاب رحيم بثروة قدرت بعشرات الملايين أورو. عبد الهادي خربوش، هنا الجزائر.